وبكده يا بنات نكون خلصنا درس النهاردة. صحيح يا بنات، انتوا عندكم امتحان الاسبوع اللي جاي. الاسبوع اللي جاي يا مستر؟ ده كده هيبقى بعد العيد، واحنا عايزين نلعب ونقضي العيد مع العيلة والقرايب والاصحاب. ده احنا كده مش هنعرف ننبسط بالاجازة. معقول يعني هنقضي العيد كله مذاكرة وبس؟ هعمل ايه بس يا زينة؟ هي دي مواعيد المدرسة. انا عندي اقتراح، ممكن تقضي يوم مع العيلة وتذاكري باقي الأيام اللي فاضلة. يا مستر مش هنلحق، الدراسات دي مادة صعبة قوي وكمان محتاجة وقت ومجهود كبير. خلاص بقى يا بنات، ذاكروا واعملوا اللي عليكم وإن شاء الله تحلوا كويس. يلا بقى عشان عندي حصة في الفصل اللي جنبكم. سلام. هتعملوا ايه يا بنات؟ هنلحق ازاي نذاكر كل ده بس؟ والله ما أنا عارفة، لازم يعني المستر يعمل الامتحان في الوقت ده. زينة، احنا كده مش هنلحق نذاكر، وكمان عايزين نعمل حاجات كتير جدا في الأجازة، مش طول السنة يعني دراسة. هنعمل ايه طيب يا سمر؟ هو احنا قدامنا حل تاني؟ طبعا قدامنا. بقولك ايه، في فكرة كده في دماغي، ما ينفعش اقولها لأي حد، هقولها لك انتي بس. تعالي معايا في مكان ما فيهوش ناس عشان اعرف اقولك. ماشي يلا بينا. ايه هي بقى الفكرة يا سمر؟ انا شفت امبارح في فيلم ولد ما كانش مذاكر خالص ودخل الامتحان وجاب الدرجات النهائية. ايه؟ جاب الدرجات النهائية؟ طب يا سمر، في حد بيجيب الدرجات النهائية من غير ما يذاكر؟ ازاي جابها يعني وهو مش مذاكر؟ انا بقى هقولك يا ستي، احنا بقى هننقل اللي في الكتاب في ورق صغنن جدا وبخط صغنن خالص، ونحطه في جيبنا او في كم التيشيرت او في شنطتنا اي حتة يعني، بس المهم يبقى مستخبي والمستر ما يشوفهوش. واول ما المستر يودي وشه الناحية التانية احنا نطلع الورق وننقل منه بسرعة، واول ما يبص علينا احنا نخبي الورق تاني في شنطتنا او تحت الديسك، وبكده هنكون حلينا نفس الاجابات اللي في الكتاب، وبكده هناخد الدرجات النهائية. ايه رأيك؟ فكرة جامدة مش كده؟ فكرة جميلة، وبكده هنعرف نستمتع بالأجازة. بس الصراحة يا سمر أنا خايفة. أنا خايفة المستر يشوفنا. لا بقى يا زينة ما تقلقيش، احنا هنخبي الورق في شنطتنا قلتلك وهناخد بالنا. ماشي اتفقنا. أيوة أنا جاية اهو. ازيك يا طنط؟ لو سمحتي يا طنط ينفع تقولي لي هي زينة موجودة؟ يا حبيبتي موجودة، بس اكيد يعني انتي مش جاية عشان تلعبي مع زينة، انتوا عندكم امتحان الاسبوع اللي جاي، انتي جاية تذاكري معاها صح؟ طبعا يا طنط، اكيد يعني هنذاكر، هو في اصلا وقت عشان نلعب؟ احنا بس يا دوب نلحق نذاكر. طيب يا حبيبتي ادخلي لها في اوضتها. ماشي يا طنط بعد اذنك. مش كفاية بقى مذاكرة يا زينة ها؟ خضتيني يا بنتي. خضتيني يا سمر. ده انا قلت ماما جت، دي لو بس عرفت اني بلعب ومش بذاكر يا لهوي على اللي هتعمله فيا. خلاص ولا تزعلي نفسك، انا رايحه اقول لها يا طنط. بس بقى يا غلسه. يلا تعالي نكمل لعبه سوا. After 2 days. لا 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 لا. ايه ده؟ زينة، سمر، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ احنا بنلعب. مش المفروض يا جماعة تكونوا بتذاكروا دلوقتي؟ ده الامتحان خلاص فاضله يومين. ما احنا ذاكرنا يا بنتي وخلصنا، انتي اللي بطيئة، ده احنا خلصنا من بدري، وكمان كنا جايين عشان كنا عايزين نلعب معاكي، بس انتي شكلك كده لسه ما خلصتيش. ما شاء الله بجد، ما خلصت كل ده بالسرعة دي؟ يا بختكم، هتقضوا بقى الأيام في اللعب وأنا بقى لسه هقعد أذاكر. مش هعرف ألعب خالص. زينة؟ نعم يا ماما نعم. ايه ده؟ في ايه مالك يا زينة؟
مالي يا ماما، في ايه؟ هو انتي يا حبيبتي بتعملي ايه؟ ولما شفتيني ليه اتخضيتي كده؟ مش بعمل حاجة يا ماما. انا كنت بس براجع علشان الامتحان بكرة. وبس اتغطيت عشان كنت سرحانة. هو يا ماما انتي حضرتك كنت عايزة مني حاجة؟ لا يا حبيبتي ولا حاجة، ربنا يوفقك في الامتحان بكرة. بس جيت اقولك ان العشاء جاهز، يلا يا حبيبتي عشان تاكلي. حاضر يا ماما انا جاية اهو. يا ربي انا خايفة جدا تكون ماما شافت الورق. هو دايما كده، اللي بيغلط بيبقى خايف على طول. يا ريت بس المستر ما يشوفنيش بكرة. ها يا بنات طمنوني، ايه الاخبار؟ ذاكرتوا وجاهزين للامتحان؟ ربنا يستر يا مستر، الوقت كان قليل قوي. ما تقلقوش يا بنات، انا عملت الامتحان سهل قوي، يعني كل هيقدر يجيب درجات حلوة ان شاء الله. بجد يا مستر؟ طب الحمد لله، انا متحمسة قوي. ياه انا خلصت الحمد لله، والمستر ما شافنيش خالص. دي طلعت فكرة جامدة. ايه ده؟ مالك يا زينة، في ايه؟ انت ليه ما حلتيش اي حاجة خالص كده؟ هو انت نسيتي الورق في البيت ولا ايه؟ لا موجود معايا والله، ما نسيتهوش بس خايفة اطلعه المستر يشوفني. ايه بنات الدوشة دي، في ايه؟ مالك يا زينة، في حاجة واقفة معاكي في الأسئلة؟ ايه ده، انت لسه ما حلتيش ولا سؤال، ده الوقت بيخلص. معقول مش عارفة ولا إجابة سؤال؟ يلا بسرعة يا زينة، حاولي تحلي اللي انت تعرفيه، ولا ما تعرفيهوش سيبيه. ايه ده؟ ايه الورقة اللي تحت الديسك دي؟ هي دي وقع منك يا زينة؟ هو انت بتغشي؟ انا يا مستر هقولك على كل حاجة، احنا بصراحة غشينا كل حاجة، كتبنا كل حاجة في ورق صغنن لاننا ما حقناش نذاكر. وكان نفسنا نلعب قوي ونستمتع بالاجازة. وانت يا زينة علشان كده ما حلتيش، ما عرفتيش تطلعي الورقة صح؟ وكمان كنت متوترة من اول اليوم علشان عارفة انك بتعملي حاجة غلط. طيب اعتبروا نفسكم جبتوا الدرجات النهائية. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه جبنا الدرجات النهائية واحنا بنغش؟ مش هو ده اللي انتوا عايزينه، انكم تنجحوا وتجيبوا الدرجات النهائية حتى لو بالغش؟ يعني انا ممكن ما كنتش شايفكم وفعلا تجيبوا الدرجات النهائية، بس ربنا شايفكم، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش مهم عندكم كلام ربنا وكلام الرسول، كل همكم انكم تنجحوا او اني ما اشوفكوش وانتوا بتغشوا؟ لا يا مستر احنا عملنا حاجة غلط، احنا ابدا ما نستحق ننجح، وكمان نزل نتعاقب على اللي احنا عملناه ده. انا عن نفسي مش هكرر ده تاني ابدا، ولا انا يا مستر. يا مستر بعد اذن حضرتك، زينة وسمر بنات شاطرين ومؤدبين جدا ومعاملتهم كويسة جدا معانا، ممكن لو سمحت حضرتك يا مستر تديهم فرصة تانية، ما يستحقوها. خلاص ماشي، انا هديكوا فرصة تانية علشان بس اصحابكم، انتوا محظوظين علشان عندكم اصحاب بيحبوكوا. انا هعيد الامتحان تاني عشانكم. شكرا يا مستر، ونوعدك ان احنا المرة دي هنذاكر وان شاء الله هننجح بمجهودنا. هيا بنات مستعدين؟ يلا ربنا يوفقكم. مستعدين يا مستر. انا خلصت يا مستر، والامتحان كان سهل جدا. انا كمان خلصت يا مستر، اتفضل وروني كده. واو انا مش مصدق عيني، مش معقول، برافو عليكم يا بنات، ده انتوا الاتنين جبتوا الدرجات النهائية. ايوه كده، اهو كده فعلا تحسوا بطعم النجاح علشان تعبتوا وذاكرتوا، لكن لو كان جه بالغش اكيد ما كنتوش هتبقوا مبسوطين كده. انا مبسوطة انكم اتعلمتوا الدرس، واحنا كمان مبسوطين جدا يا مستر. معلش بقى يا اصحابي لو حاسين ان صوتي متغير في القصة دي، انا عندي برد. ان شاء الله يا اصحابي القصة الجاية هكون خفيت وصوتي احسن.
معلش بقى يا اصحابي، اصلا ما كنتش عايزه اتاخر عليكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. يلا باي باي.